قالوا أنه في أسوأ حالاته وتجاوزه بات أمرا سهلا ومباح. شككوا في جبروته وسطوه وظنوا أنه انتهى بل زال وراح. اهتزت كواليسه فأكد على الميدان أنه أكبر من أزمات تعترض طريق النجاح. كبير القوم وفي ليلة الكوبا ديل ري أكد أن للعاصمة الإسبانية زعيم واحد اسمه ريال مدريد. ريمونتادا جديدة للميرينجي قلب فيها الطاولة على جاره أتلتيكو مدريد. تأخر بهدف أمام الروخ بلانكوس واستطاع قلب الطاولة بانتفاضة بيضاء لينهي اللقاء بفوز مثير ب3 أهداف مقابل هدف يتيم. الفم حاج رودريغو غوس وكعادته عندما يشارك بديلا تمكن من إحياء المباراة من جديد مسجلا هدف التعادل قبل أن يجهز الحكومة كريم بنزيما على الضيوف بثاني أهداف الملكية. ثم جاء الدور على رقصة الختام من فينيسيوس جونيور الذي أصاب دييغو سيميوني ومن حوله في مقتل. عبقوا ليلة 10 ونسيمات عليلة من ليالي الأبطال فعل فيها ريال مدريد خاصية الإسقاط على بطولة كأس الملك ليكون رابع أضلاع المربع الذهبي إلى جانب برشلونة، أتلتيك بلباو وأوساسونا. سانتياغو برنابيو كان وفيا كعادته في المحافل الكبرى. أتلتيكو مدريد بعناد لاعبيه وشراسة أسلوبه تحول في لمح البصر إلى حمل وديع يبحث عن فرصة للنجاة أمام هيجان الملكي حتى في أحلك الظروف. قتالية إدواردو كامافينغا الذي غير المركز مضطرا بعد خروج ميندي مصابا فبدا وكأنه ولد من جديد. مستوى خرافي ظهر به الغزال الفرنسي بالإضافة إلى القوى الخفية التي بدأت تظهر للعلن شيئا فشيئا. الحديث عن سيبايوس الذي يغير مجريات اللعب بمجرد دخوله أرض الميدان، يمنح الحلول هجوميا ويحبط هجمات الخصوم دفاعيا في خط الوسط، وكأنه يبعث برسائل مبطنة للمدرب كارلو أنشيلوتي مفادها مكاني ليس في دكة البدلاء. غيابات وعراقيل، تذبذب في المستوى عند بعض اللاعبين، لكن الريال قادر على كسب الرهان بمن حضر. قبل إجراء قرعة دور نصف نهائي الكوبا ديل ري من المحتمل أن تسفر عن كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد في الدور ما قبل النهائي. قمة حارقة تلوح في الأفق بعد أيام قليلة فقط من اصطدام الثنائي في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي توج به برشلونة على الأراضي السعودية. ريال مدريد وبعد ضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك يعود لمواجهة ريال سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني في انتظار استعادة توازنه وعودة مصابيه وخوض غمار شهر فبراير المكدس بالمباريات القوية، على رأسها منافسات مونديال الأندية بالمغرب وذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. فهل يواصل قطار الريال سيره على سكة الانتصارات أم أنها صحوة مزيفة ستمحوها الأيام القادمة؟ حكم الزاير عن قناتكم كرة وبس. عندما يصبح الوضع ضبابيا ورؤية الطريق شبه منعدمة، تصير الريمونتادا وريال مدريد وجهان لعملة واحدة. بعد فقدان الصدارة في الدوري وخسارة السوبر أمام برشلونة، جاء الدور على شوط كارثي تلقى فيه ريال مدريد ثنائية من مضيفه فياريال كادت تعصف به خارج منافسات كأس ملك إسبانيا، قبل أن يستنهض الملكي شيئا من عنفوان 14 ويقلب الطاولة على الغواصات في عقر الدار بريمونتادا مثيرة قوامها 3 أهداف مقابل هدفين وضعته رسميا في ربع نهائي الكوبا ديل ري. انتصار مهم لأبناء كارلو أنشيلوتي جعلت من الميرينجي آخر المتأهلين 8 الكبار إلى جانب ريال سوسيداد، إشبيليا، أتلتيكو مدريد، أوساسونا، أتلتيك بلباو، فالنسيا وبرشلونة، قبل إجراء القرعة المرتقبة أيام 24 25 26 من الشهر الجاري، والتي من المقرر أن تقام بنظام مباراة واحدة فقط. لا يختلف اثنان حول التراجع الواضح لمردود ريال مدريد في الفترة الأخيرة وعجز الفريق عن إيجاد الحلول المناسبة في كثير من الأحيان، لكن الفوز أمام فياريال دافع معنوي كبير قبل خوض 3 مباريات قوية على مستوى الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد، فالنسيا على الترتيب.
بالإضافة إلى خوض غمار ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا أواخر فبراير القادم أمام وصيف النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي. الشوط الثاني من لقاء الغواصات اتسم بالشغف الأبيض المعهود والرغبة العارمة في الانتصار مهما كان الثمن. روح المجموعة والقتال بمن حضر من أسرار النجاح الملكي في المواسم الماضية. نتيجة إيجابية من قلب السيراميكا الذي طالما شكل متاعب لأعتى المنافسين وخصم عنيد لا يعرف اليأس. أمور تدل على أن ريال مدريد بحاجة إلى تركيز ويقظة واستعداد تام لليالي قادمة ستكون حتما أكثر قوة وتعقيدا في ظل المنافسة القوية على مختلف الواجهات المحلية والقارية، بدءا بمونديال الأندية مستهل فبراير القادم. العودة من بعيد أمر ليس بالجديد على أبطال إسبانيا وأوروبا، والبقاء على سكة المنافسة قد يكون صعبا لكنه ليس بالمستحيل. الحقيقة المؤكدة التي لا تقبل الشك أن ريال مدريد بماضيه الكبير وحاضره المذهل حكاية مشرقة كتبت وتستمر مهما اشتدت الأزمات وكثرت التساؤلات. ليلة السحر والإبداع الكتالوني في نهائي مصالحة منصات التتويج والألقاب. يمرض ولا يموت، هكذا أثبت يافع برشلونة بعد مباراة استثنائية من أيام الزمن الجميل. تفوق كبير نتيجة وأداء وحضور ذهني فريد من نوعه جعل أبطال إسبانيا تائهين في أرض الملعب منذ صافرة البداية ليرسع برشلونة نفسه بطلا لكأس السوبر الإسبانية للمرة 14 في تاريخه عن جدارة واستحقاق. 3 أهداف مقابل هدف يتيم، نتيجة عانق من خلالها تشافي هرنانديز لقبه الأول كمدرب لبرشلونة واللقب 98 في تاريخ النادي، وأي لقب ذاك الذي جاء على حساب الغريم الأزلي ريال مدريد. باكورة ألقاب زرقاء اليمامة بعد عرض كروي قوي وممتع صال فيه بيدري وجال فيه غافي طولا وعرضا، وكأننا نشاهد ثنائية تشافي وإنيستا في ذروة عطائهم مع البارسا. العلامة الفارقة في كلاسيكو السوبر كان الواعد غافي المفحم بالحماس والذي تفوق افتكاكا تمريرا وتسجيلا، فكان عريس كاتالونيا في ليلة الإطاحة بالملكية. متابعي قناة كوروبس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.